بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: مؤرخون مصريون لعصر الحروب الصليبية، رؤية نقدية. هذا عنوان كتاب صدر لي في معرض القاهرة الدولي للكتاب، يتناول عددا من المؤرخين المصريين، وأبحث في مؤلفاتهم، وطبعا لابد من جانب النقد، والنقد لا يضايق أحدا إلا الشاب الذي تضايق من نقدي لكتابه الأول. ويعلم الله أنني أتمنى أن ألتقي بهذا الشاب كي يقدم لي له كتبي هدية، عربون صداقة مع ابن نتوقع له كل خير. في هذا الكتاب أتناول عددا من الباحثين، ومنهم الصديق العزيز الخلوق ابن الباشوات الأستاذ الدكتور ياسر عبد الوهاب، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ والمعار حاليا جامعة سلطان قابوس بعمان، وهو من أرقى وأدق الباحثين. وكذلك الأستاذ زور حسن بطاو بجامعة أسيوط، وكذلك بنتنا هنادي السيد محمود تلميذتي في الماجستير، وتلميذة الأستاذة الدكتورة الفاضلة محاسن وقاد بآداب عين شمس في الدكتوراه. وأبحث في عدد من المؤرخين، لأن من المهم أن نرصد ما نكتبه وندرك تطور الأجيال. هناك جيل يسلم الراية لجيل آخر، فهذه زاوية مهمة. وبالفعل هناك عدد من الباحثين الممتازين. طبعا ابننا ياسر كامل بجامعة أسيوط، وهذا باحث خلوق وممتاز، وتم ترقيته لأستاذ مساعد مؤخرا. فبالفعل الرؤية النقدية مهمة، وطبعا كافة الذين أقوم بنقدهم أصدقاء أعزاء ولا يتضايقون من نقدي، وإنما هو نقد بسيط للغاية، وأنا لا أتضايق من أن ينقدني أحد. هذه الباحث الذي يتضايق من النقد لن يطور نفسه، بل إنني عندما أعطي كتبي للآخرين أقول له: ما رأيك في هذا الكتاب؟ انقدني. ويتعجب لأنني لا أتضايق. أقول له: أشكرك، أنا أعتز بنقدك هذا. ويقول لي: كان من الممكن كذا. وأتذكر الزميل العزيز أديب المنيا أبو الحسن الجمال، هذا أديب رائع، أعجب بكتاب رواة تاريخ العصور الوسطى. طبعا أنا أعترض هذا العنوان، لا يوجد اسم العصور الوسطى مبدئيا. عندما حصل على كتاب آخر هو من مؤرخي مصر في العصور الوسطى والحديثة، قال لي إنه متوقع أنني لا أذكر مجرد أسماء المؤلفين ومؤلفاتهم، بل أقوم بتكتيك دراسة نقدية. وهذا كلام صحيح، وكان المفروض أن يتم هذا. فعندما نقدنا، وابننا حسام عبد الظاهر الذي له عيب وحيد أنه بالغ الحساسية، وإذا تضايق من إنسان سنوات، حتى أن أبو الحسن جمال صديقنا هذا التقى به في معرض الكتاب فقال لي: فوجئت به فصالحني بعد. يا حسام يا ابني، الحياة لا تستحق هذا، يعني تخاصم بالسبع سنوات؟ أرجوك، العمر فيك، نحن نضمن سبعة فيمتو ثانية. يعني هذه أشياء طريفة. وأنا حريص على هذا الباحث الممتاز ابننا العزيز دكتور حسام عبد الظاهر. فنقدني في كتابي، ففي الطبعة الثانية قمت بترتيب المؤرخين الفابيتيكال. هذه نقطة مهمة، فمن ينقدني يرشدني وينقذني، هذه نقطة أساسية. ففي تقديري أن كتاب مؤرخون مصريون الحروب الصليبية رؤية نقدية أمر، والنقد التاريخي في غاية الأهمية، لأن للأسف الشديد يعتمد على مناقشات رسائل وملاحظات البعض على رسائل يناقشونها. لابد من وجود
مؤلفات في النقد التاريخي حتى يستفيد كل من الآخر. القضية ليست قضية مزاجية، لأن مشكلة العلوم الإنسانية أن المنهج المتبع تستطيع أن تصل إلى زاوية معينة بمنهج ما، فيأتي شخص آخر يقول لك هذا الكلام يخالف تماما منهجية أخرى وكل صحيح من وجهة نظر، لكن طبعا هناك ست الفارق، هناك حقائق ثابتة. فبالفعل أتوقع أن هذا الكتاب سيكون لبنة في الوصول إلى الدرجة العظمى التي أتمنى أن يصل إليها الباحثون، وهي درجة لا أعرف. شكرا جزيلا.